وانا تحت امرك. انا زي اخوكي بالظبط. اشربي عشان الكلام يحلى. ما بشربش. على راحتك، احنا هنا ما نغصبش على حد ابدا. في صحتك. ايه كنت هتقولي ايه يا ستي؟ الحقيقة أنا محتاجة مبلغ صغير. من عينيا. 50 جنيه من حساب صفاء. صفاء؟ صفاء ملهاش حاجة عندي. ملهاش؟ ايه؟ ايه؟ مالك؟ لا أبدا ولا حاجة. والمبلغ ده محتاجاه ضروري؟ أوي. طب ونروح بعيد ليه؟ قصدك ايه؟ قصدي مدام صفاء مش موجودة تبقى عزة يعني. يعني ايه؟ شوفي يا عزة، انا راجل بيزنس بتاع شغل، ما اشتريش الا بضاعة حضرة. انا اسفة قوي اني جيت لك. تعالي هنا. تراحة فين يا بنت الحلال؟ انت هتتعبي قوي. هنا ما يجيش الا اللي نسدد في وش كل الابواب، لكن انا بقى بابي مفتوح لك. انت اتجننت؟ انا اشتغل في كباريه؟ كباريه؟ هو احنا في كباريه؟ ده مالها ليلي، زيه زي اي مكان تاني، في النظيف وفي الوسخ، وعلى قد ما تدي يا بنت الحلال على قد ما هتاخدي. وادي الفلوس اهي تحت امرك. لكن ده انا عمري ما... وحياة المنكر ده ولا انا وشرفك، انا عمري ما فكرت اشتغل الشغلانة المهببة دي، لكن الدنيا غدارة وهي غدرت بيكي زي ما غدرت بيا. ها قلت ايه؟ الفلوس اهي تحت امرك، خديها وحل مشكلتك. يلا يا امورة يلا. هي فاهمة نفس حقيقة. السفارة حسيسة. اتقل يا بيه، هتيجي لحد عندك برجليها. نت وصل اللعب امال، ما تستعجلش يا حلو. لا 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 لا، هد اللعب امال. احنا جايبين الناس هنا عشان تنبسط، مش نقلبها لهم غم. احنا اتفقنا نعمل نمرتي واروح على طول، لكن ما اتفقناش على كده.
وهو حد طلب منك حاجة يا بنت الحلال؟ شوف يا عزة، لم نفسك وفوقي قوي. مش قد الشغلانة دي، بلاش منها. بس رجعي لي فلوسي الأول. ايه؟ ال50 جنيه يا أختي. منين؟ خلاص، يبقى تنزلي الصالة ورجلك فوق رقبتك، فاهمة؟ الأستاذ بيقول لك عاوزين 150 جنيه كمان. لكن ده كتير قوي يا استاذ عبد المتجلي. والله ما على الرسول إلا البلاغ. تجيب الفلوس احنا تحت أمرك، ما تجيبيش الأستاذ مش هيحضر الجلسة. 150 جنيه كده مرة واحدة؟ ما كانش ينعز يا أمورة. دول مش عشاني، دول عشان صفاء، علشان ما تخشش السجن. والله العين بصيرة والإيد قصيرة. لكن دي مسؤولة منك. ليه، كنت خلفتها ونسيتها؟ لا، كانت بتشتغل عندك. كانت. طب احسبهم عليا، انا لازم ادفع الفلوس دي بكره، لازم انقذ صفاء. شوف يا عزة، انت بنت حلال وانا بحبك زي اختي طبعا. تعالي ورايا وانت تكسبي. على فين؟ مش عاوزة فلوس؟ ارجوك. خلاص تعالي معايا. اهم دول اللي معاهم الفلوس، دول اللي معاهم فلوس البلد كلها، دول اللي معاهم كل اللي انت عاوزاه، مستعدين يدفعوا من جنيه ل1000. اسماعيل القلع، تاجر خردة وكل حديد البلد عنده. عبده بيه، تاجر خيش، بيصرف كل ليلة هنا أكتر من 200 جنيه. سيد علي، مدير جمعية تعاونية، وتلاقيه بيتفق على بيعة فراخ لحسابه. وانت وشطارتك، وزي ما قلنا قبل كده يا بنت الحلال، على قد ما تدي على قد ما هتاخدي. عاوزة 150 جنيه، 150,000 جنيه، يقود بيه تحت أمرك. بس انت كمان يا حلوة لازم تكوني تحت أمرك. يلا يا قطة، ما تضيعيش الفرصة من ايديكي. يلا يا حلو. يا مرحب يا مرحب. ايه النور ده؟ يا ارض احفظي ما عليكي. يا اهلا يا اهلا. مفيش حاجة تغلى عليك يا معلم، عزة تحت امرك. واحنا خدامين الحلوية. خلي البار ينزل الشمبانيا اللي عنده كلها. امرك يا معلم. السهرة الليلة للصبح. احسبك يا جود بيه اكبر تاجر في البلد، عتاجر في كل حاجة، يعني بتاع كله. تاني دايب قوي يا سنيورة في صحتك. ده احنا الليلة دي صباحي. الله، قديش ليا؟ على براحتك، أنا مش مستعجل، أنا عاوز رضاكي وبس. اشرب يا جميل اشرب. 125 130 135 140 145 150. اهو كده الشغل والا فلا. دلوقتي بقى تقدري تطمني وتحطي في بطنك بطيخه صيفي براءه باذن الله. يا رب، الاستاذ هيحضر الجلسه بكره؟ طبعا الاستاذ هيكون من النجمه في المحكمه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة صفاء محمد جلال بالحبس 3 سنوات مع النفاذ. اهو كده الشغل والا فلا. دلوقتي بقى تقدري تطمني وتحطي في بطنك بطيخه صيفي براءه باذن الله. الاستاذ هيكون من النجمه في المحكمه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة صفاء محمد جلال بالحبس 3 سنوات مع النفاذ. جرى يا عز، احنا الليلة فسحة ولا ايه؟ يلا يلا قومي غيري هدومك،
ياود بيه مستنيكي على نار في الصالة، ومحفظته عمرانة بنكنوت من اللي قلبك يحبه. يلا. انا مش هنزل الصالة. بتقولي ايه؟ انا مش هنزل الصالة ابدا. انا ماشية من هنا. نعم. ايه بقى النغمة الجديدة دي يا ست هانم؟ احنا هنفتري عن نعمة ولا ايه؟ ما كنا بعقلنا يا بنت الناس. ايه اللي جرى؟ صافي اتحكم عليها ب3 سنين سجن. هي اللي جابته لنفسها. وعايزني انا كمان ابقى كده. الله 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 الله. هد اللعب امال. لازمته ايه الكلام ده بقى؟ انت اقذر مخلوق شفته في حياتي. جرى ايه يا بنت انت هتبجح فيا ولا ايه؟ وسخ وسخ. ده انا اللي عملتك بني ادمه. كنت جايه لنا جعانه مش لاقيه لقمه تاكليها، دلوقتي صوتك عالي عليا. ده لولا انا كان زمانك مرميه وسط كلاب الحواري، مادة ايدك وبتشحتي. يا ريتني كنت مديت ايدي وشحت، ولا كنتش بقيت كده. انتوا كلكم مسخين، قلوبكم ماتت، ضميركم مات. وانا لا يمكن اقعد معاكم. انا راجعه تاني للسويس، راجعه تاني هناك، راجعه اتدفن مع امي وابويا.